مساء الخير. انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزنا نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده هنتكلم عن قصه فيلم نادر جدا وهو اول نظره. تم عرضه المره الاولى يوم 1 يناير 1946. مده عرضه 116 دقيقه، والفيلم ده تم عرضه في مصر ولبنان. هو من إخراج نيازي مصطفى وتأليف أبو السعود الإبياري. أما عن طاقم العمل: صباح، برهان صادق، زوزو ماضي، فؤاد الرشيدي، حسن فايق، أنور دياب، فردوس محمد، بسيمة أحمد، محمد فرج، علي رضا. بتدور أحداثه حوالين واحد بيحصل خلاف ما بينه وما بين مراته، فبيضطر ان هو يسيبها في لبنان هي وبنته. بنته دي شابة في العشرينات من عمرها اسمها سهام، ومراته اسمها سعاد. تمام. وبيرجع تاني مصر علشان الخلافات بدأت تزيد ما بينهم. في الوقت ده سهام بتتعرف على ملاكم اسمه عزت وبتحبه جدا. في نفس ذاك الوقت سعاد اللي هي ام سهام بقت كمان تحبه، وكمان قعدت تفكر في طرق ان هي تخلي بنتها تسيبه وما تفكرش فيه عشان هي اللي تحبه لوحدها، وتطلب الطلاق من جوزها علشان هي اللي تتجوزه. دارت الاحداث وعملت كل حاجة واتفقت مع واحد غني جدا من عيلة ثرية ان هو يتجوز بنتها علشان تبعد عن الملاكم اللي هي حبته. سهام رفضت الجوازة اللي هي صباح، وقررت ان هي تهرب لمصر وتيجي تحكي لابوها وتشكيله من اللي حصل وتقنعه انه يرجع تاني لبنان علشان يتصرف مع امها. في الوقت ده كان في حلبة ملاكمة معمولة، وكان في مباراة هامة جدا، وهي اقنعته ان خلاص انا بنتي هتتجوز وانت ما قدامكش حل. وبدأت تبينله ان هي بتحبه بقى شوية بشوية علشان ينسى بنتها ويحبها هي. وهو موجود في حلبة الملاكمة وكانش بيفكر في اي حاجة خالص غير سهام اللي بيحبها وخلاص. وقرر ان هو من كتر التفكير انه هينهزم ومش هيكسب الجولة. وهو لسه بيلعب وخد اول بوكس في وشه ووقع من طوله ولسه بيقوم علشان يتضرب او يضرب، وفجأة دخلت عليه سهام وباباها اللي هو جوز سعاد، وراحت حصلت المفاجأة الكبيرة. بعد ما كان مضروب وعينه ورمة قد كده بقى هو اللي يضرب، وفجأة انتهت المباراة بفوزه وهو اللي كسب الجايزة الكبرى 10,000 جنيه. وكان ساعتها في الوقت ده 10,000 جنيه يعني ممكن نقول دلوقتي ب1,000,000 جنيه تقريبا. واتفق ان هو يقعد مع باباها وقال له على كل حاجة، وقال له ان هو عايز يتجوزها وكده، وبالفعل خطبها. امها طبعا غيرانة بقى وكده، فحب يصالحها جوزها وسوى المواضيع ما بينهم. وهي حست ان اللي هي عملته ده غلط وما كانش ينفع، وان ده كان نوع من الخيانة لزوجها وان ده كله. وحست ان جوزها كمان بيبادلها الحب والاهتمام، وان دي كانت ساعة غضب وشوية اختلافات ما بين الازواج. ورجعت الحياة سعيدة جدا، عزت وسهام وسعاد وجوزها. والفيلم انتهى نهاية سعيدة جدا. فشكرا جدا لو سمعت الفيديو لحد دلوقتي.